ليبيا، شفنا درنا واللي حصل فيها، العراق، فلسطين، لبنان. الموضوع مش بسيط. طيب، بس الأول هعمل هذا حاجة المقطع كده. أرجو من كل من يسمعني، وأرجو منك تحديدا، اتفضل. أن تأخذوا مني هذا المقطع وتضعون التاريخ. تاريخ اليوم كم عندنا اليوم؟ 12 أكتوبر. 12 أكتوبر سنة 2024. مم. هنا لا أتحدث كتنبؤات مثل هذول اللي يطلعوا توقعات وتنبؤات. أنا أتحدث عن المعرفة العلمية. فلذلك أرجوكم اقتطعوا هذا المقطع بالتاريخ. وهذه السنة سجلوها الخامسة. علي. سجلوها علي. سجلوها عليه. هذه السنة اتفضل. الخامسة اه. اللي أنا لا زلت أحذر، ولكن هذا واجبي، يعني أن أنقل هذه المعلومات واجبي. لعل كلامي هذا قد ينقذ إنسان، أو قد يسمعه أحد المسؤولين ويعمل على تفادي هذه المشكلة، أو لعل يصل لأحد ينتفع منه. أولا، نحن مقدمون على كارثة محتمة على صعيد طول الأمطار والفيضانات في جميع المدن الساحلية المعروفة لدينا في كافة أنحاء العالم العربي. هذه واحدة. سرعة رياح لا يمكن تصورها سنشاهدها في الماضي. غزارة أمطار، وكلمة غزارة أمطار أي مستوى هطول الأمطار في الساعة الواحدة. مناطق مثل بغداد تحديدا، الموصل، البصرة هاي في العراق، سوريا مثل ريف دمشق والغوطة ودوما، بيروت مثل بيروت الغربية، سواء كانت في من ضواحيها إلى السنتر في بيروت الغربية، طرابلس، صيدا، الجوانب السهلة اللي هي تعتبر في وادي ما يسمى وادي الزين والمناطق المحاذية فيه والزراعية. فلسطين، كثير من المواقع التي فيها تكون في سواء من الغور أو مشتركة مع الأردن باتجاه الإسكندرية. يؤسفني أن أعيدها، الإسكندرية في خطر حقيقي من قضية هطول الأمطار الكارثية. إلى الحدود السواحلية، إلى شمال أفريقيا، إلى المغرب، لأن تضاريس المغرب ليست على حد سواء، فيها جبال مثل ما ذكرنا بلبنان مناطق معينة، في المغرب كذلك. اليمن، مناطق الخليج العربي كلها مدنها الساحلية لا توجد مدينة أكثر ارتفاعا من 17 متر عن سطح البحر. يعني هذه المدن كلها معرضة لوجود السوبر سيل كلاود، اللي هي الغيمة الخارقة بحمولة الأمطار، والتي تأتي على ارتفاعات عالية جدا عن المستوى العادي، مما يجعل التيارات الهواء الباردة تصل إلى 17-18 تحت الصفر في مستوى، أي أن حمولتها من الرطوبة القادمة بالبحر على المنخفضات معينة ترفعها الرطوبة تدريجيا وحرارتها حتى تتجاوز الجبال الساحلية وتدخل إلى الداخل، تجعلها بمرتفعات ستقع في مناطق الخليج. تمام. القطع من البرد بوزن من 1 كيلو إلى 3 كيلو جرام، يعني عبارة عن قذيفة نازلة من الفضاء. السنة هذه 2025 هي السنة الماكسيموم سان سبوت، اللي هي أعلى نقطة في النشاط الشمسي في هذه الفترة. سنة 2025 سنشهد فيضانات لا يمكن لأي مدينة في العالم تحملها، ولا يمكن لأي مدينة مهما بلغت من التطور أن تصرف هذه المياه. فعدم تصريف المياه يعني تخزينها، وتخزينها عدا حالات الغرق، والمشكلة هذه الأوبئة والأمراض ستكون. نظرتي هذه التي أقولها لكم، هذه ليست لها علاقة بالتنبؤات، هذه حقائق ووقائع نحن سنعيشها. فتساهلنا نحن كعرب، حبنا للأمطار، تعاطفنا لها، زاوية رؤيتنا بأنها خير، يجب أن يكون هذا الأمر بحذر. يعني مع هذه الأمطار توجد تكلفة عالية، فاتورة عالية، قد تذهب أرواح وبيوت وممتلكات وقطعان من الأغنام والإبل أو أيا تكن بسبب إهمالنا. هذه العواصف لم تكن كالسابق. عندما ترى عاصفة مطرية وتكون أنت في وادي، اخرج من هذا الوادي. إذا كان منزلك أدنى مستوى من المحيط، يجب عليك الانتباه من هذا الأمر. إذا كانت مدينة موجودة في مجاري أنهار ضاقت لاستيعاب السدود، يجب أن تكون السدود
لديها طاقة استيعاب 20% في حالات الضرورة، لأن السيول والأمطار القادمة قد تفجر كثير من السدود. فهمنا للبنى التحتية في المدن، كثير من الدول لم تعمل صيانة للبنى التحتية في مدنها لمدة عشرات السنين، أو لديها مشاريع مستقبلية مؤجلة. هذا يجب التنبؤ عليه. الناس الذين يسكنون في الضواحي من المدينة، عندما تكون مدينتكم على خط مستوى واحد، هذه الضواحي أو السكان الفقراء أبنيتهم لن تتحمل كميات الأمطار. فلذلك أنا تحذيراتي هي إيصال معلومة للناس أن لا تأمنوا هذه الأمطار القادمة، لأنها أمطار عنيفة بشكل كبير. وأنا حذرت وأكرر تحذيري من